عاملين ايه؟ الماتش ده يعني الاهلي ده بيسميه ماتش مصلحه الجماهير. ده ماتش مصلحه الجماهير، واللي ما اتفرجش على الماتش يا جماعه، بالمناسبه اللي ما اتفرجش على الماتش هيبان ان هو ماتش 1-0. ده اكيد الاهلي كان بيعاني او مش عارف ايه. بالعكس، بالعكس الاهلي الماتش ده كان مسيطر. الشوط الاول بالذات، الشوط الاول بالذات، وفي اجزاء من الشوط الثاني، بس الشوط الاول بالذات ده انا كنت حاسس ان الجماهير بجد هي اللي كانت الدافع الاساسي في الماتش ده. يعني الماتش ده انا كنت حاسس ان اللعيبه بتقول للجماهير احنا اسفين على اللي حصل، احنا اسفين على الفتره اللي فاتت. بن شرقي، انا بالنسبه لي بن شرقي ومروان هم نجوم الماتش، بالذات بن شرقي. بن شرقي يا جماعه الهجوم كله والخطوره كلها كانت جايه من ناحيته، الخطوره كلها بجد. لان اللعيبه اللي انا زعلان جدا انها مشيت من فرقتي، زعلان جدا، بس انا بحبه يعني انا بصراحه بحب اللاعب ده، وعارف ان هو كان هيبقى ممتاز مع النادي الاهلي. تريزيجيه جون ار2 اخيرا اخيرا انا فرحان. بصوا انا جوايا متضايق شويه ان الاهلي كسب، لان هو كده هيبتدي يركب قطر الاهلي وكده محدش هيوقفه، محدش هيوقفه. ده احنا الحمد لله ان احنا كسبنا امبارح وبيراميدز قالتها كسبت، فادي الاهلي كمان كسب. والمشكله ان انا حاسس وربنا يستر ده هيبقى بدايه انطلاقه الاهلي. حاسس ان الماتش ده هيبقى بدايه انطلاقه الاهلي. زي ما قلت الماتش بان خداع، الماتش يبان 1-0 اللي ما شافوش، دي نتيجه خداعه. عايز اقول لك الاهلي ما جاتش عليه فرصه، هي فيش غير فرصه نيدفيد تقريبا، غير كده الاهلي ما كانش فيه اي خطوره. دفاع كان كويس جدا. طاهر ممكن هو اللي ما كنتش حاسس قوي. حسين الشحات لما نزل ابتدى يتحرك شويه، بس هيعمل ايه، هيعمل ايه. لكن انا للاسف حاسس ان ده بدايه انطلاقه الاهلي وربنا يستر، ربنا يستر، لان انا عارف ان الاهلي لما بيفتح ما بيوقفش، ما بيوقفش. فالماتش ده انا بالنسبه لي هو ماتش الجماهير، الماتش ده انا بالنسبه لي هو ماتش الجماهير، والماتش كان المفروض يخلص باكتر من النتيجه دي. ان شايف ان الماتش ده كان بالذات بن شرقي، كميه الهجمات اللي عملها وكميه الفرص اللي صنعها. محمد شريف ضيع كور، في كور ضاعت من تريزيجيه. طبعا اولا الف سلامه على بيكام، اتصاب اصابه يعني ان شاء الله ما تكونش اصابه خطيره ويقوم عادي جدا بالسلامه ان شاء الله، ما تبقاش حاجه جامده يعني. لكن انا مبسوط جدا جدا ان اخيرا ابتدى يبقى فيه، عارف اللي هو ايه، منافسه. طبعا انا هندم قدام شويه على الكلمه اللي انا قلتها دي، لان انا عارف ان قطر الاهلي هيبدا ومحدش هيوقفه. ربنا يستر. كده كده الماتش الجاي المفروض ده هيبقى مع حرس الحدود. مش حاسس ان هو ماتش قوي، حاسس ان الاهلي هيكمل على ده. يعني الاهلي هياخد اللي حصل في الماتش ده وهيكمل عليه الماتش الجاي، اللي هو لا يا جماعه احنا لازم نوري الجمهور احنا الاهلي، وان احنا لا مش نجوم ومش عارف كل الكلام اللي كان بيتقال اللي فات. مش عارف لا ده تريزيجيه عامل مشاكل وزيزو عامل مشاكل وامام مش عارف هو وموضوع الوكيل اعماله ده عاملين مشاكل. لا انا حاسس ان هو يا باشا لا احنا هنعمل على الفرقه وهنوري الجمهور احنا نقدر نعمل ايه. فربنا يستر. ماتش جميل جدا بجد. يعني انا اتفرجت عليه توقعت النتيجه تبقى اكبر من كده، وزي ما قلت لما اتفرجتش على الماتش هي النتيجه المفروض كانت تبقى اكبر من كده. لكن كان في تالق من الحارس، والكوره بتاعت الفار انا زملكاوي وبقول لك للاسف هي عدت بس وقع وعمل نفسه مصاب للاسف هي عدت. كان في ركله جزاء المفروض لنادي سيراميكا، بس الحكم قال لا مفيش حاجه. انا شفتها، انا بصراحه ما اقدرش احكم فيها قوي، بس انا حاسس ان هو جه عليه، بس لو جه عليه فالحكم المفروض كان يحسبها. بس يعني الحمد لله كان ماتش كويس جدا. وما ننساش يا جماعه نشترك ونعمل لايك ونكومنت لو في اي حاجه، وشكرا جدا ليكم، وان شاء الله هنتقابل المره الجايه.